أنا سارة جمعة أبو عمر من عين العبد. من 13 سنة تقريبا عمري صار معي حادث، بس كنت ناوي يعني كان لي هواية بالدراسة بس ما درسوني. يعني كنت أحاول مع أهلي يدرسوني ما قبلوا، وتعرفين نشتغل قدامهم مشان الشغل ما يدرسونا. صار معي الحادث. حادث إني أشتغل بالحجر، حمل حجر ورجع على الغلاب وضربني. حاولت ألا ما عجزنا، بحلب رحنا على الشام ما خلينا. آخر شيء قال ما يمشي حالها إلا قطع. قاموا عاد قطعوه. يعني شهرين وشوي، آخر شيء قطعوا الأمل، قال ما يمشي حالها إلا بدنا نقطعها قطع. كان شعوري صعب، بس يعني شوي شوي مع الأيام تأقلمت يعني على وضعي. مصبرني عندي إيمان الحمد لله وقناعة يعني من رب العالمين إنه هذا الله كاتب عليه هيك. كنت لي نفس إني أمشي وأروح على مثل على حفلة أي شيء، بس كان عندي نقص يعني والحمد لله. وآخر شيء تأقلمنا على هالجو، إنه ما بي إنسان بالحياة ما له مثل ما يقول يعني له رغبة بالحياة بأي شيء. يعني إنسان يكون روح منه عضو يعني خلاص شو بده يضل بيه يعني. بس الإنسان لازم يتحمد الله على كل شيء يعني. أول شيء كنت ردنا أخوي أسوي دورة خياطة ما قبل. شوي شوي كانت هوايتي الخياطة يعني إني أتعلم، والحمد لله تعلمت الخياطة. واسع من فترة زاد فتحت محل يعني بالبيت، أنا وأمي قاعدين نصرف منه معيشتنا على الله وعلى المحل يعني مثل ما يقول قمت أشتغل أنسى يعني أتلهى بالشغل. رحيت أولي ركبت وحدة ظليت تقريبا شي 6 شهور أمشي عليه. تعودت عليهم يعني حتى عكازات ما عاد أشيل. قمت ما عاد يعني الدكتور قال لي بدها يعني مدارة لازم تدارينها يعني مو فورا بكرة تضلين تمشين عليها وتشتغلين. قمت أشتغل بالقطن بالكمون بيها يعني من فرحتي. آخر شيء انتزعت ما عاد تزبط. قمت سويت وحدة زاد مركز بالغامشلي، ظليت تقريبا شي 15 يوم امشي عليه. اول كنت مركب لها قشاط، هاي اللي سووا ليها بالغامشلي ما ركبوا لها قشاط، ما تعودت عليه. وحكيت مع المنظمه اخرى مره ثانيه قالوا لي ارجعي يعني نسوي لك اياه. صراحه ما عاد اقدر على العكازات يعني حيل صعب. يعني اذا هسه امشي مسافه قمت اتعب يعني. اول بدايه لا كان عندي عادي يعني وين ما اروح وين ما اجي. هسه اذا امشي مسافه يعني اهلك من هني. 4 اشهر سوينا دوره بس يعني شنو بس يعلمونا تدريب يعني شلون اقول يعني بس قص خياطه ما خيطنا بس سجدان نظري يعني. بعد ما خلصنا تقريبا آخر الدورة قاموا يعلمونا عملي، وتعلمت يعني حطيت إنه فكرة الخياطة ببالي يعني. وما أعرف لا أقرأ ولا أكتب، وربعي اللي معاي كلهن يقرن ويكتبن، نصها ما تعلمت وأنا تعلمت. ليش؟ لأن كان لي هواية بيها إني بدي أتعلم. المرأة شابهم علمونا هي سوينا دورة زاد فترة زاد انطونا شهادات. أزت العكازات وأخذ القياسات. يعني مثل ما أول مرة كانت شوي بيها صعوبة يعني أوقف وأقوم وأقعد وهاي كانت صعبة حيل، بس بعدين لا تعودت يعني صار عندي عادي. من انقطعت رجلي على عكازة لبسته 4 شهور ورميت. وهسه حتى الدكتور يقول صار عندك انحناء بالعمود الفقري يعني ما يصير. يقول يعني حاولي تلبسين الطرف تتعودين عليه احسن ما تظلين على العكازات. كنت اقول لاخوي بدي اسوي دوره، اخوي كان عقله شوي صعب متعصب يعني زياده انه تروحين وترجعين وتطلعين ما عنده كان يعني. كان وضعنا المادي يعني بدش تسوين دوره خاصه ما عندك يعني مثل بدش تدفعين مصاري بس شهر بدهم قد يعني تخلصتي الدوره مكينه ما بي يعني بدش تشترين مكينه يعني اقل شيء بدها كومه مصاري. اخر شيء شافني قلت له يعني انت لا انت تنفعني ولا حد ينفعني خليني اسوي اعيش حالي على القليل. وانه اخر شيء يقول خلص روحي. يعني ما اعرف يعني من هي لساعه شيء يصير علي يعني. انسان يحسب ما يحسب انه والله بدي اسوي واشتغل واعمر واسوي ما يعني. لا انسان لازم ما يحسب الحساب هذا انه ما يعرف شيء يصير عليه يعني يقول ما يعرف شو مقدر له الانسان يعني كل مرة قوية تكون قوية لا تهتم للمجتمع لا تهتم لحكي الناس يعني انه انسان تقدر يعني اللي تريده وتقدر تسويه يعني. اذا انها توقع يوم من الايام المجتمع ما يشيل يشيل حاله يعني اي مرة بالعالم يعني تكون عندها مهنة تنفع حالها. فترة بعد الحادث الاولي سويت حادث مرة انه بالغامشلي ضليت شهر ونص انكسر ظهري صار مني عندي 4 فقرات انكسر. ضليت شهر ونص بالقاع ما اطلع ولا اروح ولا اجي يعني. تمنيت يعني قمت اتمنى انه رجلي اثنيناتهم مقطعه ولا اني قاعده بالقاع يعني. ضليت شهر و15 يوم على الضبط اجبر ظهري قدرت اقوم يعني. والله يوم اني قمت كان اقضب انا اقوم واحبيهن وقمت ابكي. يعني الحمد لله انه يعني صيح العكازات وهاي بس مو عايقاتني عن شيء. اذا يصير عرس اروح
يصير أي مناسبة أروح، خبز على التنور أخبز على الصاج، إذا يصير حفلة أرقص أدبش. إيه والله يعني الحمد لله، والله لو نفوتش بعرس أدبش أرقص، العالم كلها تجتمعيش تضحك وشلون يعني برجل وحدة ويطلع منها أشياء. يعني الإنسان لازم يكون، أي إنسان بالحياة لازم يكون عنده قناعة. إن ضليت مفكر بأي شغلة بفكرة كثير تمل الإنسان، لو إنه يمشي على رجليه زاد بده يقع، ما يظل يعني ما يظل رغبة بحب الحياة خالص. بس أنا تعودت الحمد لله، أروح على الغامش لي أضبط لي رجل أحسن. يعني مستقبلا ما ينفعني يعني الصراحة، يعني إنسان يمشي على كبر مو على صغر، يعني إيش ما يمشي لقدام يتعب. قلت لا أسوي لي طرف يعني على القليل، لأنه أدرج حالي أمشي أروح أجي يعني شوي أريح من هذا.